تعرف ايه عن الجابيماش ده يا صاحبي؟ للاسف محدش ركز في الكلمات وكله بيرقص وخلاص. في الترند ده هما بيتكلموا عن حاجه اسمها جابي ماش. الجابي ماش ده اسم تجاري من الاسم العلمي جابا بنت، ليه تاثير اشبه بالتيمو، واستخدامه الاساسي بيكون في تسكين الام الاعصاب خاصه الشديده منها زي حالات الانزلاق الغضروفي او عرق النسا او الالتهابات الشديده في الاعصاب، وكمان بيستخدم كعلاج مساعد في بعض انواع الصرع. بصراحه الترويج لحاجات زي كده شيء مؤسف جدا. عاوزك تساعدني ان الفيديو ده يوصل لشباب كتير، بس للاسف زي ما منتشر في الترند الشباب واخدينه لحته تانيه خالص، من حيث القدره على تسكين الالم والاحساس بالانتشاء ويفصل دماغك عن الواقع ويخليك كده متمزج ومبسوط وبيخليك تسترخي. الترند ده ما يتسكتش عليه. فدلوقتي طالما الممنوعات مش موجودة، ايه المشكلة اننا ناخد تأثير اشبه بالتيم، وكمان بتكون بشكل ارخص ومتوفرة دايما، احيانا بتتصرف بدون روشتة. فبصراحة حاجة تزعل ان حاجات زي كده تتمرر في صورة اغاني لذيذة، وبصراحة الشباب عاملينها حلوة قوي. فالحاجات دي يا صاحبي هتخليك عبد ليها وهتخليك مدمن، بعيدا عن تأثيرها عن الكبد والكلى وكمان القلب. ودي المشكلة، فالالفاظ والمصطلحات دي ما ينفعش تكون متداولة بالشكل ده. طبعا دي حاجة بسيطة على السريع، ان شاء الله في المرة الجاية هنتكلم في الموضوع بشكل اكبر من كده. سلام.